مساء الخير حبيباتي ومرحبا بكم في قناتي رحلة النكهات العربية. وش رايكم نروح نحضروا شوربة الفريك بمقادير مضبوطة بالخضار؟ يلا معايا نشوفوا المقادير وكيفية التحضير. اذا اخواتي نروحوا مباشرة لطريقة التحضير تاع الشوربة تاعنا بالخضار. اول حاجة نحضروا البصل والطماطم، نجيبوا الميكسير تاعنا، نحطوا فيه البصل، حبة بصلة صغيرة، ونحطوا القزبر الاخضر، ونحطوا سنينات نتاع ثوم، ونحطوا حبة طماطم. اذا نرحيو هذه المكونات مع بعض ونعاود نرجع لكم. بعد ما رحيت المكونات نتاوعي اللي وريتهم لكم، نجيبوا القدره نتاعنا اللي رايحين نحضروا فيها الشوربه. انا هذه القدره تاعي ترفد لي لتر ماء لهذا الخط ولتر ونصف حتى لهنا، قيس غير اسبوعين. اذا دوك نديروا الكميه تاع 1 لتر من الشوربه. اول حاجه نحطوها في القدر تاعنا هو اللحم تاعنا. انا اللحم تاعي راهو فيه شويه شحم. اذا دوك كي ندير الزيت ما نكثرش، نحط اللحم تاعي، نزيد عليه ملعقه او 2 زيت باش ما تجيش الشوربه تاعي ميدمه. نحط المكونات اللي كنت ميكسيتهم في الخلاط، اللي هي بصله وطماطم وقزبر اخضر وثوم. نحط 2 ورق رند، ومن بعد نحط الخضره نتاعي اللي هي الجزر والكوسه، نقطعهم مربعات صغار. الخضره قيس النكهه برك، ما نكثروش الخضره. نضيف الان التوابل اللي هي الملح، فلفل اسود، توابل راس الحانوت، واذا توفرت عندك توابل الشوربه ديري توابل الشوربه خاصه بالشوربه. فلفل عكري، قزبر ناشف. نضيف الان شويه ماء، وانا قطره الماء اللي راح نضيفها راني صبيتها في الميكسير تاعي باش من نخسرش المكونات اللي في الميكسير، باش ما يروحوليش هكذاك. اذا دوك واش ندير، ندي القدره تاعي على النار، نقلي المكونات جيدا، ومن بعد نشوف واش نزيدو نديرو.
دركا بعد ما تقلاو المكونات نتاوعي مليح، نمرق بالماء الساخن، نجيبو لتر تاع ماء ساخن ونمرقو به القدر نتاعنا. ودركا بعد ما مرقت القدر تاعي وخليته يغلي، دوكا نجيو نحضروا الشوربه تاعنا تاع الفريك. نجيبو الكميه نتاع لتر اللي هي 4 ملاعق نتاع فريك، 4 ملاعق، ما هي ممسوحه ما هي معمره بزاف. 2 3 4. نغسلو الفريك تاعنا مليح بالماء باش يتنحاولوا الشوائب اللي فيه. لاحظوا الشوائب، هذو كلهم شوائب. وكما قلت لكم في المرحله تاع الغليان تاع المرقه نتاعي، نلوح الفريك تاعي باش يطيب، اللي هما 4 مغارف تاع ماكله. دوكا نغطي القدر نتاعي نخليه يطيب ونعت لكم النتيجه في النهايه. دركا بعد نص ساعه ملي حطيت الفريك تاعي يطيب، نحل القدره تاعي ونضيف شويه طماطم مصبره. دوكا نزيد 5 دقائق ونطفي على القدر، ونزيدو شويه قزبر اخضر. والان جا وقت السر اللي يخلي لك الشوربه تاعك تروح في جهه واحده اخرى، واللي هو انك تضيفي كميه صغيره من التوابل اللي استعملتيهم في القدر من الاول، اللي هي فلفل اسود، راس الحانوت، فلفل عكري، وقزبر ناشف. تخلطيهم بطبيعه الحال. الملح ثاني ذوقي الشوربه تاعك، اذا صبتيها مسوسه ضيفي الملح. اذا دوك نضيف هادو التوابل فوق القدر نتاعي. اذا هاي ليك الشوربه تاعي تاع الفريك بعد ما طابت. دوك نروحو نشوفوها في صحن التقديم.